اللي عندهم شراهة للحلويات والسكريات أنا لقيت لكم كنز: القرفة. القرفة بتساعد على خفض سكر الدم لأنها بتحسن من حساسية الأنسولين وبتقلل امتصاص الجلوكوز بعد الوجبات، ومناسبة لمرضى السكر من النوع التاني ومقاومة الأنسولين. كمان بتحفز حرق الدهون ونزول الوزن لأنها بتقلل الشهية وبتحسن من عملية التمثيل الغذائي، وبتقلل من الرغبة الشديدة للسكريات، ومضاد للالتهابات والأكسدة لأنها بتحتوي على مركبات البوليفينول، وبتدعم صحة القلب لأنها بتقلل ضغط الدم والكوليسترول الضار. كمان بتحسن الهضم لأنها بتقلل تقلصات المعدة والغازات، وبتقلل أعراض القولون العصبي. كمان مفيدة جدا أثناء الدورة الشهرية لأنها بتقلل التقلصات والألم، وبتساعد على تحسين المزاج وتخفف الانتفاخات. ممكن نستخدمها بكذا طريقة: نحطها على الشوفان، على الزبادي، على القهوة، ممكن نحطها توابل مع الفراخ مع الرز، وممكن نعملها بمية مغلية. بس خلي بالكم ان في نوعين: في نوع للقرفة المزيفة والقرفة الحقيقية. القرفة الحقيقية بتكون أغلى وأقل سمية، أما التانية الأرخص والأكثر شيوعا بتحتوي على نسبة أعلى من مادة الكيوميرين، ودي مشكلة. فإحنا من القرفة الحقيقية ممكن نستخدم من معلقة لمعلقة ونص، أما القرفة المزيفة ما نعديش نص معلقة يوميا. وإن شاء الله كل يوم هقول لكم نصيحة تغذوية هتفرق معاكم جدا.